برج الحوت، بعد الضغط النفسي الجامد قوي اللي انت كنت بتمر بيه في شهر فبراير ومريت بيه جامد جدا من اول السنه، وبعد المصاريف اللي انت صرفتها وكانت مصروفات خارجه عن ارادتك كتيره جدا جدا جدا، ويمكن كمان كان عندك بعض الخسارات كانت تقيله شويه، اقدر اقول لك وابشرك انه خلاص الشهر ده الدنيا بتنفرج معاك. من يوم 21 فبراير الحمد لله الشمس تمت نقلها من برج الحوت دلو اللي هو بيتك ال12 ودخلت بيتك الاول اللي هو بيت شخصيتك، وهنا امورك الشخصيه بتبتدي تتعدل لانه الشمس موجوده عندك بتاريخ 21 فبراير وهتفضل موجوده جوه عندك لغايه 21 مارس. الحاجه الثانيه اللي اقدر ابشرك بيها ان انت بتاريخ 11 في كوكب الزهره هيتنقل من برج الدلو وهيروح على برج الحوت، لكن عطارد اللي احنا بنتكلم دايما عنه وبنقول عليه ان هو للشر طارد اللي هيكون موجود عندك اول 10 ايام او اول 10 ايام من مارس، هيتنقل برضو تقريبا بنفس التاريخ من يوم 10 مارس، هيروح على برج الحمل وهيروح بيتك الثاني اللي هو بيت المال بتاعك، وهنا برضو اقدر اقول لك خلي بالك من امورك الماديه. اما المريخ فالمريخ هيكون موجود في برج الحوت، يعني هيتنقل من برج الدلو وهيروح لبرج الحوت بتاريخ 23 مارس، وهنا اقدر اقول لك بقى شويه تحذيرات، بس خلينا نمشي الاول حاجه حاجه ونقول فرصه ان الشمس بقت موجوده عندك والزهره كمان اللي هو كوكب السعد موجود عندك، وده بنقلته ليك انت بيديلك دعم وبيديلك سعد كويس قوي قوي، حتى لو كان زحل اللي احنا بنخاف منه موجود عندك انت ومقيم عندك انت شويه، واحنا عارفين ان المقيم عندك طول 24 وطول 25. كل الناس اللي عيد ميلادها بيتم في برج الحوت بنقول لهم اولا كل عام وانتم بخير، وكل واحد بعد تاريخ ميلاده ينتظر انفراجه هائله. برج الحوت من الابراج المائيه، الابراج القويه اللي بتقدر تتاثر بكل حاجه حواليها. كان عندكم بعض الغموض من بعض الاشخاص حواليكم في حاجات كتير جدا جدا، الحاجات دي كلها هتبتدي تنكشف معاكم تقريبا من تاريخ 10 مارس او 11 مارس تقريبا لغايه يوم 21 مارس. ناس كتير اقنعتها هتسقط وهتبتدوا تشوفوا امور كتير على حقيقتها. كل حاجه انتوا كنتوا بتبقوا حاسين بيها او شاكين فيها هتتضح الحقائق امامكم. يعني ايه؟ يعني اللي انتوا كنتوا شاكين ان هو شخص كويس هيطلع فعلا كويس، انت على احساسك هتاخد. روحانياتكم عاليه جدا جدا الفتره دي لان انتوا اوريدي عندكم احساس عالي قوي قوي، بتمشوا ورا احساسكم، انتوا من الابراج اللي بتمشي ورا الحاسه السادسه بتاعتها، وحاسه سادستها بالسادسه بتبقى دايما صحيحه وبتبقى دايما صح. عندكم بتاريخ 23 مارس زي ما قلنا انتقال المريخ من برج الدلو هيدخل عندكم انتوا في برج الحوت، وده هيصادف بخروج الشمس برضو من عندكم في 21 مارس، فهنا الشمس اللي هي كانت الناير الأعظم هيخرج وهيدخل مكانها المريخ. المريخ كوكب حرب، فهنا أقول لك خلي بالك من بعض النزاعات في بعض الشراكات، أقول لك خلي بالك من بعض المشاكل اللي ممكن تقع فيها، أقول لك خلي بالك من أنك تتعرض لأمور الاحتيال أو النصب. ممكن أقول لك كمان خلي بالك من مصروفاتك، ده لأنه الشمس خلاص راحت لبيت مالك، لكن بيصادف وجود زحل عندك وبيصادف كمان وجود عطارد هيكون برضو خرج من عندك، مش هيكون عندك غير الزهرة هي اللي بتدي لك دعم قدام المريخ وزحل قصاد الزهرة مش هيقدروا يعني هيبقوا جامدين شوية، فهنا اقدر اقول لك لا خلي بالك هيبقى في ضغط عليك يوم 21 مارس. الناس اللي كانت بتسأل على الدراسة بتاعتها ان شاء الله بإذن الله الناس اللي عندها دراسة تقدر تخلص دراساتها لغاية يوم 21 مارس، اللي عنده امتحانات اتمنى ان تكون الفترة دي هي فترة اختباراتكم، لان الفترة دي هتكون اكتر الفترات حظا عليكم يا برج الحوت. الناس اللي كانت بتفكر في سفر ممكن يكون برضو عندكم سكة سفر مفتوحة من تاريخ برضو 11 مارس إن شاء الله بإذن الله. الناس اللي كانت بتسأل عن أمورها العاطفية وأمورها الرومانسية عندكم استقرار عظيم وبدايات لأمور رومانسية رائعة احتمال تحدث عندكم بتاريخ تقريبا من 1 مارس حتى تاريخ 20 مارس أو 21 مارس. الفترة دي فترة ذهبية جدا جدا يا برج الحوت، تقدر تستفيد منها قدر الإمكان وتقدر تعمل فيها كل الحاجات اللي انت عايزها عشان هتكون فترة مليئة بالحظوظ ومليئة بالحاجات الحلوة. أتمنى لكم يا رب كل الحظوظ السعيدة وكل عام وأنتم بخير يا برج الحوت عشان عيد ميلادكم الشهر ده. سلام.